تنظم جمعية مواطنون حملة تبرعات لفائدة متساكني والوافدين على منطقة ذهيبة. السيد رياض حريك ممثل عن الجمعية والتفاصيل. قبل كل شيء نحب نعطي فكرة على جمعيتنا. هي جمعية مواطنون أسست كما جمعيات الكل اللي في تونس بعد الثورة الكريمة اللي في 14 جانفي. الهدف نتاعها من أجل المساهمة في نشر المواطنة، وشعارنا هي الحرية والمسؤولية. من بين أهداف جمعيتنا إحياء روح الترابط. وأول أكسيون صارت قمنا بجمع تبرعات فائدة اللاجئين في الذهيبة اخواننا زاد التوانسه في الجانب التونسي. جمعيتنا تتعامل مع الهلال الاحمر. لقينا اللي ثم طلب كبير برشا على الدواء، وركزنا على الجانب هذا زاد على الجانب الدواء. التبرعات نتاعنا بدات تو عندها ما يقارب ال10 ايام. كنا نجمعوا تبرعات في مراكز تجاريه المعروفه في ولايه سوسه الكل. التبرعات نتاعنا توفى غدوه كان عشنا السبت على خطه القافله نتاعنا باش يصير الانطلاق نتاعها للذهيبه والتطوين في فجر 26 جوان. معناها بقدره ربنا لحد الصباح بكري باش تخرج القافله نتاعنا. واللي مازال يحب معناها يخلط ويحب يتبرع، عندنا جمع التبرعات نتاعنا موجود في دار الشباب في حي الرياض في سوسه. دونك ينجم اللي عنده ما يحب يزيد يتبرع ينجم يتفضل بحثنا قبل ما تخرج القافله نتاعنا. الجمعيه نتاعنا الهدف نتاعها هو تكريس قيمه المواطنه وتحملها من مبادئ كما مبادئ المساواه والحريه والمشاركه والمسؤوليه. دونك لكن الظرف الطارئ اللي صار تو سيرتو بعد ما طولت معناها الحاله اللي نعرفوها الناس الكل في الاخبار ونشوف فيها في الشقيقه ليبيا. دونك خلتنا اول اكسيون تاع جمعيتنا تكون هي بجمع التبرعات هذه لفائده اللاجئين، وان شاء الله ربي ولا يخفف عليهم ويذوقوا طعم الحريه كما ذاق الشعب التونسي. نشكر حسن المتابعه والى اللقاء. فلاش انفو.